المنتخب المغربي حقق قفزة نوعية كبيرة للكرة الإفريقية، لأول مرة فريق في إفريقيا في دوري المربع في المربع الذهبي لكأس العالم. يعني نحكيو على 4 فرق عالمية. مش تقعد أنت المنتخب المغربي اللي بطاقم تدريبي إفريقي طاقم تدريبي مغربي محلي. أتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم، لأن ما وصل إليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوة منتخب أمريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء. لذلك أتوقع فوز منتخب أمريكا على المغرب. في كأس العالم هذه يوصل المنتخب المغربي انه يستحوذ هو على اللعب. شفنا المنتخب المغربي في المباريات اللي قبل فيها اللعب واللي المغاربه فرحه فوز منتخبهم، عندهم نجوم يلعبوا في أندية كبيرة في أوروبا ليج. والمنتخب المغربي أنا البارح حبيت كان أمن شوية بروحه، كان ينجم خاصة من الناحية الهجومية. سمير فكر يمكن في الدفاع أكثر، لكن عنده نجوم كبيرة. المنتخب الكبير برشا سمير، عنده مدرب يعرف كيفاش ربما يوقف اللاعبية، وعمل 3 تغييرات في نفس الوقت. ظاهر انه محضر كيف المقابله نتاعو وعارف وقتاش، وعمل على الفرديات من الناحيه الهجوميه. ما عملش اكثر على المردود الجماعي، وهذا اللي خلاه باش نلقاو انه منتخب باش يسيطر على منتخب اخر، والنتائج باش تكون قريبه برشا لبعضها. والكره تطورت برشا، والناس الكل ولات تعرف تحضر، والناس الكل ولات تعرف تدرس المنافسين، والناس الكل عندها اليوم نجوم يلعبوا في اوروبا، وعده نجوم اخرين. الحقيقه البارح كان يستاهل اكثر، الحقيقه ماهوش بالمردود تاع وصيف النسخه اللي تعدات. والمنتخب المغربي بالستار اللي عنده كبروا ايمن، كبروا في العمر، كبروا في العمر. دوك اللي كان 26 ولا 30 ولا كان 28 معناتها، واكثر واحد حاضر فيزيكمون تلقاه في البلايص الكل في المدينه. دونك ما تبدلوش باسكو il y a eu de l'autoflagellation, il y a eu du sabotage dans ce pays. Maintenant si on veut se remettre en cause, سي سهل نعاودوا يا خويا، ننساو البطولات وهاد يعني المنهجيه تاع التتويجات. On se donne quelques années, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales. Et vous verrez qu'en Algérie, بالك السنغال تسناو 10 ولا حتى في الجزائر تسناو وقت اقصر، باسكو احنا عندنا رباط، عندنا شوف يا حومتك برك اللي يلعبوا فوتبال. جوست باش نعاودوا ليه باش نبرهن لك باللي يا يو دو سابوتاج. تحب ولا تكره. En 2012 il y a eu un programme de la fédération qui est passé par le gouvernement، وهذا البروغرام دو gouvernement فيه كلش هاد المواضيع اللي داروهم السنغال، وجاب لي ربي بالك مام كوبيوهم علينا. جاز في الجوفير، وبعد هذاك البروغرام والنتائج تاع الكونسيل المينستيريال رماهم وين راحوا رماهم في التروار. il y a eu du sabotage. الان كاين رانا نقولوا بلي كاين جزائر جديده. سي فاسيل دو ريفينير، صح سي فاسيل دو ريفينير، مي صافي 8 شحال عندنا الحصه هذه؟ عندنا هذه 8 سنين و 8 سنين ونعاودوا لا ميم شوز مي ما كاش. رشيد واش خير منا؟ انا الحاجه اللي دوختني انا غير كي نشوف اليوم لي U20 منتخب اقل من 20 سنه اون فينال، احنا ما رحناش ميم با، وكاين ناس مازال تصح في وجهها وتهضر انت ما راحش ميم با. وواحد الوقت كنتوا تقولوا علي بن شيخ قاس لي جان جبناهم من هما ثاني دي زالجيريا. تكذبوا على الناس، اخدم في التيره ما تبدلش. هذه كيما حكايه تاع الشعال توجو دوك اللي نجبد بها حكايه المتن. حنا نهضروا بنزرتي راك خسرت مع مقرا وخسرت مع الثوره، درت ماتشين مع الثوره ما لعبتش مليح. لا شعال خلاص شعالك سيسبونديتو هكذاك. هادي تحكي ليش انا على قصتو لي جون؟ قال حنا ثاني وني دي زالجيريان. شكون قال ماشي دي زالجيريان؟ بصح خويا كاليفيني U20 كاليفيني لا كوب دافريك مع الرجاله اللي راهم في مصر الان، ما نخسروا ب4 ب3 تكاليفيا وانت ما راحش ميم با كوب دافريك، وتزيد وجهك صحيح وتزيد تتكلم وتقول وحنا ودرنا. ما درت والو انت، ما درت. شوف السنغال، شوف الناس كيفاش تخدم، يعني في كامل لي كاتيجوري لي U17 مي بريباري وحنا ما كاش. ومن بعد ذلك نبداو نقولوا بلي جزنا اكوتي ما كاش امكانيات. على كل حال ما الذي يحدث حتى لا ننقل هذه التجربه تاع المنتخب السنغالي والاتحاديه ولا دي تاع السنغال مع منتخبنا الوطني ومنتخباتنا الشبانيه؟ البنيه المورفولوجيه والخزان البدني والقيمه اللياقيه ولا الخزان البدني امر ثاني. كوندوني علاش سيميدو هضرت لي على الخزان اللياقي الكوريا في الدقائق الاخيره؟ انت في هذه الحاله اذا شفت الخزان البدني تاعك نقص، ما تقدرش تلعب افيك ان بلوك او، وما تقدرش دير لي كونتر بريسين. من الاحسن نستنى اللور، نستنى الكرات، وزيد وين غلط كثير الفريق الكوري استعمل كثير الكرات العرضيه. ونعرف احنا في الارتقاء صح سونغ سجل هدفين في اخطاء
تا موقع ان مومون دوني ودين اتونسيون مونك دو كونسونطراسيون ميم الجارديان دو بيت، ولكن 10 دقائق الاخرانيه داو كل الصراعات الثلاثيه. اذا كان البنيه المورفولوجيه اغلبيه الاحيان هي عند الفريق المغربي، اما اذا كان بالنسبه للخزان البدني هذا راجع للقيمه او مستوى التحضير كل منتخب. ما يخفالكش انه لاعبين الفريق الكوري بعد ما كان من يعني مما يدل على انك ما فيش مباراه لاكثر من 20 عرضيه في 10 دقائق، ضغط رهيب. انا اليوم حاجه اللي عجبتني مشاو للامام، بادروا اكثر، لعبوا كيما قلت انت افيك اون دونسيتي. لي دو فرير ايو عندهم دور كبير، سي دي جوار ديكسبيريونس، يزون لو ميتي. ويليامز كيما تفضلت، مي من قبل الثقل كامل كان محطوط على قدوس، محمد قدوس. اليوم لا، نحاولوا شويه هذاك الثقل، لقى دي جوار قدام اللي يلعب معاهم، صح ما خرجوش بلي لاتيرو بزاف، صح ماركاو تعليمات من الأرض، ماركاو دو بيت وما عرفوش كيفاش يحافظوا على لي دو بيت هذوك، عاودوا رجعوا لي كوريا على بالك لو ماتش اللي ايتي باسكولي، ومن بعدك تشوف عاود رجع ابري 3-2 يعاود يرجع 3-3. حاجه اللي عجبتني فيها شفنا المغرب نيفو طلع متقارب ياسر، متقارب ياسر. ما ننساوش عندها ملاعبيه باهيين وقاعدين نتكلموا فيكتوار نعتبرها ميريتي، اللي هو فريق محترم برشا، ولا ربما مش يكون مفاجاه من مفاجات كاس العالم هذا. ان شاء الله يكمل هكايا. واكد مره اخرى انه في كره القدم العلم والاحصائيه يدخلوا بزاف دي بارامتر اللي يخليوا الفريق هذاك يدير ولكن كي نقول تحضر سافو دير كو توجد فريق يكون قوي، باسكو كوب دي موند سي نوتر ايتاب اللي تطلع راح تلعب مع دي ناسيون بوكو بلوز امبورطونت اوسي، فهمني؟ الدرس المنتخب المغربي درس جيدا، الطاقم الفني واللاعبين درسوا جيدا طريقه اللعب، بذلوا مجهودات كبيره باش يغلقوا المنافذ، يعني يعرف يمشي الكره ويعرف يعني يخلق هذوك الثغرات باش يروح. المنتخب المغربي ما خرجش باش يخلي له الفراغات باش يباغثوا فيه، وكان اول يعني فريق اللي بادر وضيع في مرتين على ما اظن او 3، مقابل كذلك تضييع بعد يعني زياده من ثقه من الحارس، شفنا قريب تسلل ولو كانت وضعيه تسلل. المغرب لما تمشي في الهجوم المعاكس دائما تكون خطيره. الشراسه القويه للاعبين المغرب، كلما لاعب يتلقى الكره ولو ما يديهاش اللاعب المغربي يدير عليه شارج، يدير عليه مخالفه، يوجع. شوف كل لاعبين المهاجمين وسط الميدان والمدافعين كلهم كانوا يعطوا الاحساس اللاعبين انها راح تكون صعيبه عليه، كل الكرات يلعبوهم ب 200%. هذا الشيء اللي خلاهم يمشيوا، هذا الشيء ما جاش هكذاك حكيم، لان لو كان نشوفوا كل المسار تاع المنتخب، وهذا ليس سهل في 4 مباريات واي مباريات. انا نظن ان هذاك الثبات الدفاعي اللي كان عنده، ونقدر نقول له قوته في التعامل في الهجمات المرتده وفي الهجمات السريعه، خلاته بهذا النمط تاع اللاعب يعرف كيف يتعامل مع منتخبات جيد في البلوك. يعني هل نعم مسير جيد، تغييراته دائما تكون مليحه، اختياراته للبدء دائما تكون مليحه، دائما يعرف شكون اللاعبين اللي يبداو، اللاعبين اللي يكملوا، تغييرات في الوقت يعيش المباراه. شفناه دائما ما يعمل الفريق الخصم تغيير يعمل هو كذلك تغيير، شفناه كيفاش عايش المباراه، جاي يعمل تغيير في بالاريتي على ما اظن، ومن بعد قال الحاكم توقف ما زال شويه، يخير دائما يلعب على هذوك الجزئيات اللي يخلوه دائما عايش في المباراه. هذه هي. انا نظن اليوم قدموا مستوى جماعيا وفرديا كبير، خلاهم يفوزوا يعني بجدارة. قبل اللقاء قلنا أن المواجهة تكون يعني صعبة خاصة على الفريق المغربي، اللي قلنا لازم يقدر يحدث المفاجأة، ولكن بشرط قلنا البارح ألا يستقبل أهداف، لأن في هذه الحالة حكيم لما تلعب على منافس أقوى منك نوعا ما، كلما الوقت يمر انت تربح ثقه وهو يخسر من ثقه تاعو. وشفنا كيف يعني المنتخب المغربي قعد صامد وما حبش يخرج. شفت نعطيك مثل، انت قناص سنايبر، لو يخرج يكشف نفسه خلاص عليه مات. ولو هو
في كل ضربه يصيب. لما يكون يعني شوف الدرس المنتخب المغربي درس جيدا، لانه حضر اللاعبين جيدا من الناحيه الفنيه خاصه، من الناحيه التكتيكيه، كذلك اثناء المقابله لانه قرا مليح المقابله واللي عرف كيف يتعامل، وخرج من 4-3-3 رجع الى 5 تقريبا 4-1 كبيفو اللي كان يلعب عليه باش يضيع الوقت اكثر. دائما ما يروح في اللاكس تاع رجع شويه للوراء باش يكونوا 3 مدافعين. دوبلي الامور سارت بدرجه كبيره لصالح المدرب، صالح اللاعبين. المنتخب الوطني المغربي من بين النقاط اللي تحسب ليه اللمسه تاعو في هذا المنتخب في هذا البدايه تاعو في المونديال. روح المجموعه كذلك، روح المجموعه اللي عاود حياها، شفنا حتى وخروج بعض اللاعبين الاساسيين، لان كانت حاضره دائما روح المجموعه، تحس باللي الفريق يلعب باش يربح، يلعب على جال المدرب، يلعب على جال اصحابه. لذلك نظن بلي كذلك روح المجموعه عندها دور كبير في المقابله هذه. الحاجه المهمه اكثر انهم تقريبا مازال ما خسروش، ادوا في المستوى، مازال ما شفناش تقريبا الطون فابل تاع